ماله زيت جوز الهند بقى؟ هتمضمض بيه؟ بيعالج التسوس والبكتيريا؟ هينضف السنان ويشيل الجير؟ ساحر ده ولا ايه؟ لا وكمان هيبيض السنان. طب مبدئيا كده يا ولاد قبل اي كلام، جمعيه طب الاسنان الامريكيه عملت بحث كان رقمه 88 اقرت فيه باعلان صريح انها مش بتنصح بالمضمضه باي نوع من انواع الزيوت، مش بس زيت جوز الهند. لو مش مصدقيني اللينك عندكم تحت في الديسكربشن، بصوا عليه بصه وتعالوا كملوا. نكمل. تفتكروا ليه عملوا البحث ده او حاولوا ياكدوا يعني التاكيد ده؟ وده لان المضمضه بالزيوت وخصوصا زيت جوز الهند عندها شويه مشاكل. تعالى بقى نعرضهم سوا وانت حر. اول مشكله وبالنسبه لي دي اهم مشكله، لو انت عندك مشاكل في عظم الفك عموما او لو عندك مشاكل في المفصل بتاع الفك ما انصحكش تفكر حتى. يا سيدي خلينا نتفق اتفاق مبدئيا، حتى لو المضمضه بالزيوت دي حاجه كويسه ما ينفعش اسيبها في بقي فتره طويله، يبقى انا لازم بعد ما اتمضمض اتخلص منها نهائي. علشان اتخلص منها نهائي انا بعمل بروسس او عمليه تقريبا هتاخد مني من 30 ل 40 دقيقه. انت متخيل انك علشان تاخد التاثير الكويس من المضمضه انت محتاج مبدئيا تتمضمض من 20 ل 30 دقيقه، بعد كده تاخد بروسس لنظافه الفم من الزيوت دي من 20 ل 40 دقيقة. فخد عندك بقى وجع بقى في عظام الفك، وجع في مفصل الفك، وجع في الرقبة، وصداع فظيع، ومشاكل لا تنتهي. اصل تخيل كده واحد واقف قدام الحوض من 30 ل 60 او 80 دقيقة بيعمل كده. المشكلة التانية، بيع الزيوت دي لفترة طويلة يعني في بقك غير ما تقدر تتخلص منها كلها بيعمل تسوس. انا اسفة بس بيعمل تسوس. تالت مشكلة، زيت جوز الهند ده اصلا في الحالة الصلبة، فانت علشان تتمضمض بيه لازم يكون في الحالة السائلة. فتفتكر المفروض تعمل فيه ايه عشان يتحول من صلب لسائل؟ بالظبط، نسخنه. الحقيقه انا مفيش غير حل واحد، وانك هتاخد معلقه من زيت جوز الهند ده هتحطها في بقك فتره معينه لحد ما درجه حرارتها تتحول من درجه حراره الزيت نفسه لدرجه حراره الجسم، يبتدي يسيح مع نفسه، بعد كده تبقى تتمضمض. فزودنا الوقت تاني، يعني بدل ما كان الوقت بس للمضمضه ووقت عشان نغسل الفم بقى فيه وقت كمان اضافي علشان نسيح الزيت عشان نقدر نتمضمض بيه. ليه؟ المشكله كمان ان في الوقت اللي احنا سايبين فيه الزيت ده علشان يسيح او تتغير درجه حرارته او الحاله بتاعته من الحاله الصلبه للحاله السائله، هو للاسف هيخش كده في التنايات اللي موجوده ما بين السنان وفي الفحر اللي عاملها الجير، وبقابلني بقى لو عرفت تطلعه. لكن السؤال هنا، ليه الناس اصلا بتفكر انها تتمضمض بزيت جوز الهند؟ بص مبدئيا قبل ما اقول لك اي حاجه، لو الباقي من الفيديو 10 دقايق قلت لك فيهم معلومات مفيده جدا عن جوز الهند، برضو عند رايي زيت جوز الهند حتى لو له فوائد عظيمه جدا في تنظيف الاسنان هو ما بيغنيش عن غسيل الاسنان واستخدام خيط السنان نهائي. اتفقنا؟ ان شاء الله اتفقنا. اول حاجه، في ناس كتير من اللي استخدمت زيت جوز الهند ده كمضمضه قالوا ان اسنانهم افتحت درجه. فهل زيت جوز الهند ده بيفتح السنان فعلا؟ هو ممكن، بس مش عند كل الناس. في ناس سنانهم ممكن تفتح منهم درجه ولا حاجه، في ناس ما بيغيرش من سنانهم خالص. لو انت اتمضمضت بيه واسنانك ما فتحتش فده مش مشكله في البروسس ولا مش مشكله في الزيت، طبيعه ربنا خلقك بيها، اعترض بقى. تاني حاجة، هم بيقولوا ان المضمضة بزيت جوز الهند ده ممكن تخلص الانسان من التسوس. لا، هو ممكن يكون بيقلل شوية من البكتيريا اللي موجودة في الفم، لكن انه يخلص الانسان من تسوس موجود بالفعل اصلا على اسنانه فده مستحيل. ليه؟ لان علشان انت تتخلص من التسوس الموجود في اسنانك لازم يحصل عمليه اسمها انامل ريميناليزيشن، يعني بالبلدي كده اعاده بناء لطبقه المينا. الحقيقه ان الدراسات لغايه دلوقتي ما اثبتتش ان ممكن زيت زي زيت جوز الهند ده يكون بيرجع يعمل اعاده بناء لحته في جسم الانسان. لكن علشان نوضح حته البكتيريا دي انت لازم تركز معايا شويه. الدكاتره والباحثين لما حاولوا يجربوا زيت جوز الهند ده علشان يشوفوا تاثيره على البكتيريا اتضح ان هو مش هيقلل البكتيريا ولا 1% لو انت ما قدرتش تتمضمض بيه من 20 ل 30 دقيقه. يعني علشان يقلل البكتيريا بنسبه قليله كمان انت محتاج تقف تتمضمض بيه نص ساعه. لكن عملوا مقارنه ما بين تاثيره على البكتيريا وتاثير فرشه السنان والمعجون على البكتيريا، لقوا ان هما الاثنين بيأثروا على البكتيريا بنسبه متعادله. لكن انت بتغسل سنانك تقريبا 5 دقايق، لكن عشان تستخدم زيت جوز الهند هتقعد تلت ساعه.
لكن جالنا دكتور جوزيف ده وهدم كل الثوابت دي كمان لما قرر ان هو يعمل التجربه دي بشكل عملي، وخلى حد يتمضمض بزي جوز الهند لمده 35 يوم متواصل. صور السنان والخلايا المحيطه بيها وكمان اللثه قبل العمليه دي، رجع صورها تاني بعد ال 35 يوم، والحقيقه انه ملقاش اي تاثير نهائي، يعني لا قضت على بكتيريا ولا اعادت صحه اللثه لمكانها الطبيعي، يعني ملوش لازمه. تخيل البني ادم يضيع من عمره كل يوم من 40 ل 80 دقيقه علشان يتمضمض بزيت جوز الهند وبيبتدي يغسله بعديها لمده 35 يوم، وفي الاخر مفيش اي تاثير. يا نهار ضحك. لو انت عايز تتفرج على الفيديو بتاع الدكتور جوزيف اللي وضح فيه العمليه دي بشكل مستفيض فهو موجود برده تحت في الديسكربشن. المضمضه بالزيت قال، انا اسمع ان زيت جوز الهند ده على الشعر خطير. انا بقى جاي اقول لكم على مشكله تانية فظيعه. المضمضه بزيت جوز الهند ده علشان انت بعد المضمضه فهتعمل ده في الحوض. حقيقه انه هيسد الحوض وهيبوظ كل السباكه بتاعت الحمام، تبقى خربت للحاجه البيت، وبقى اروح بقى استعطفها واقول لها اصل انا كنت بحاول ابيض سناني، ابقى قابلني. فما تبوظوش الدنيا. معجون، فرشه، بس